مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من عرض أول. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب دايما الأيام كلها بخير وسعادة. شيء ممتع جدا لما بنلاقي أفكار بتكون مناسبة لمناسباتنا المختلفة وأعيادنا المختلفة. شهر رمضان شهر الخير، الحقيقة هي مادة خصبة لأي عمل ممكن نقوم بيه. أفكار كتيرة جدا بنعملها في شهر رمضان، وعلاقات إنسانية قوية ومشاعر قوية. النهارده عندنا سكتش بيتكلم عن هذه العلاقات اللي يمكن ما بتظهرش بوضوح إلا خلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. زي لمة العيلة، زي علاقة الأصدقاء، حتى لو كان في خلافات ما بينهم قد إيه بيكونوا متصافين في هذا الشهر الكريم. زي الجيران وعلاقتهم ببعض على اختلاف أديانهم. هنعرف أكتر من خلال ضيوفنا النهارده. معانا النهارده نوران محمود. أهلا بك يا نوران. ومعانا سلمى صلاح الدين. اهلا بك يا سلمى. اهلا بحضرتك. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه، رمضان يخليك. انتوا اولا عملتوا لنا السكتش ده هو اعداد مين اساسا؟ اعداد منى. هي مش معانا. انتوا كام واحد قولي لي؟ احنا كنا تقريبا 5 أو 6 افراد، يعني كنا 6 تقريبا. تمام. اختيار بقى موضوع عن مناسبه جميله زي مناسباتنا الحلوه دي شهر رمضان، والمشاعر الانسانيه الجميله والافكار اللي فيها والطيبه اللي فيها. انتوا اخترتوا ليه تكونوا بتتكلموا عن حاجه زي كده؟ يعني هو مبدئيا احنا قبل ما نختار الموضوع كنا قعدنا مع بعض طبعا واتناقشنا، عشان يعني حته الموضوع دي لازم بتكون جماعيه اكتر. فساعتها كنا داخلين على رمضان، فحبينا جدا ان احنا نعمل حاجه تلمس المشاعر، نلعب اكتر على المشاعر، فحبينا ان احنا نعمل عن رمضان بس نعمله بشكل مختلف. يعني جميل. الشكل المختلف ده انتوا عملتوه في صوره كده سكتش رمضان يجمعنا، وده دايما الجمله دي بنشوفها كده، اللوجو كده أيوة. على طول ماشي معانا طول شهر رمضان. اخترتوا انكم تعملوها بشكل مختلف، اللي هو الانيميشن عموما، القصص المصوره. انا عارفه انه كان مشروع راديو الاول، راديو في البدايه خالص. ايه اللي غيره؟ احنا كنا اصلا بنبتديها راديو عادي وتمام، وخلصنا وعملت المكساج وكله تمام. نوران مره واحده قالت يا جماعه انا عندي فكره مجنونه كده، ايه رايكم اعمل سكتش كده وحاجات مصغره كده للمواقف اللي احنا بنعملها وكده. قلنا لها طب ماشي جربي ونشوف. جميل. جربنا، الدكتور انبهرت طبعا. جاتلك الفكره ازاي ان انت تعملي قصص مصوره عن طريق 3 نماذج معينه؟ جاتلك الفكره دي ازاي؟ والانيميشن اللي احنا يعني حركتيهم بالاسلوب ده، جاتلك الفكره دي ازاي؟ جات لي الفكره من الستوري بورد، اللي هو السيناريو التصويري. طبعا احنا برضو بندرس اعداد في اعلام، فجات لي منها. قلت يعني اوريدي كنا بنعمل ستوري بورد في ماده الاعداد، فقلت طب انا ليه ما اعملش. هي دي كانت تبع كانت انتاج دراما، لكن استوحيت من ماده الاعداد اللي هو السيناريو المصور. قلت طب انا ليه ما اعملش قصص مصوره بس احط فيها لمسه حيه بالانيميشن، لان برضو كنت لسه عامله مشروع انيميشن في ماده تانية. فحبيت ان انا ادمج الاثنين مع بعض، وانا اتفاجئت بالنتيجه. يعني انا لما عملته اتفاجئت بالنتيجه. الانيميشن حلو قوي لما نستخدمه في حاجات مثلا زي مثلا ما بنشرح تاريخنا واحنا محتاجين مثلا انتاج قوي جدا، فبنروح نعمله عشان يبقى يعني مخفض التكاليف شويه، ايام بقى الرسول او عايزين بقى حروب او معرفش ايه، فبنبقى بنستخدمه عشان كده. انت استخدمتيه ده ليه؟ هل انت شايفه ان هو كان هيبقى مختلف، او انك ممكن كان مثلا يبقى ده عن طريق قصص حاصله ودي عادي، اخترتي عشان يبقى جديد مثلا؟ الانيميشن حلاوته كل ما يكون صغير وبيدي لمسه مثلا جماليه، الموضوع كل ما بيكون احلى، كل ما بتبان ميزته اكتر. فانا حبيت ان انا اضيف اللمسه الحيه دي، اللي هو بدل ما حد عادي يفتح كتاب ويتفرج على قصص مصوره مكتوب عليها، لا ادي لمسه الانيميشن بحيث ان هو يبان له كانه فيديو، يبان له كانه بيتفرج على فيلم كرتون مثلا. يعني بالظبط، فكان قالب مختلف جدا من نوعه. صحيح. وده شجعني عليه جدا. يعني زمايلي لما اتفاجئوا بالموضوع وعجبتهم الفكره، وكذلك الدكتور كنت ماشيه معاه. لا انا عجبتني لان هي مختلفه كتير. بنشوف مثلا القصص دي بتحصل، الجيران، لمه العيله، الاصدقاء، من حياتنا اليوميه زعلانين ويتصافوا. انا عايزه اقول لك ان احنا بالفعل احنا يعني كنا قاعدين طب يا جماعه احنا ممكن بيحصل كذا في حياتنا في شهر رمضان. صحيح. فاحنا هنحطها في الموضوع نفسه، فاحنا واخدينها في الحياه الطبيعيه. ايوه، لان هي كانت حقيقه بتظهر. اختيار بقى النماذج، 3 نماذج، ده بناء على ايه؟ يعني اخترتوا كده العلاقات الانسانيه من خلال 3 نماذج، ده ليه؟
اول نموذج خالص كان النموذج الام وابنها، ان دايما للاسف الشديد بنشتكي الابن منكم على طول. ايه بنشتكي منكم على طول. وعلى طول لا انا باكل لوحدي واهلي لوحديهم، الشباب طبعا انا نازل مع اصحابي، الكلام ده كله. صحيح. بس وقت رمضان بقى الموضوع ده كله بيختلف، لا معلش انا مش جايه انا هفطر مع اهلي او هتسحر مع اهلي او الكلام ده كله. طب سلمى كده آه. قولي لي، ده فعلا احنا بنتهم كده الجيل الموجود دلوقتي ان هو دايما مرتبط بالسوشيال ميديا وناسي بقى لمة العيلة وناسي الكلام حقيقه ده. حقيقه. هل انت فعلا مختلفة او اصحابك اللي حواليك برضو مختلفين، ولا انتوا برضو بعيد عن لمة العيلة والعلاقات الاجتماعية دي والعالم بتاعكم عالم مختلف؟ انا مش هكدب واقول ان احنا لا احنا زي زمان والجو ده، بس احنا متاثرين بشكل كبير قوي من السوشيال ميديا، بس بنحاول ان احنا برضو الاهل ليهم مكان، يعني الوقت وقته. بتاعهم الوقت بتاعهم ان احنا لازم نبقى قاعدين فيه. يعني انا واحده من الناس، انا مثلا لما اخواتي بييجوا يتجمعوا كلام، لا سيب التليفون خالص بقى نقعد، جميل. يعني الموضوع هيبقى ألذ. ونوران كده كمان ولا ايه؟ انا كده، يعني انا البيت اللي انا فيه عامه، يعني هو مثلا انا بدات امسك موبايل مثلا من وانا عندي 16 سنه او 17 سنه، فمش زي الجيل اللي هو موجود دلوقتي اللي هو ماسك موبايلات ممكن من هو عنده 10 سنين. فانا متعوده برضو على فكره الاهل، يعني انا ساعات برضو ممكن الفتره دي افصل جدا من صحابي واخرج اقعد مع مامتي شويه نتفرج على فيلم قديم، نسمع اغاني قديمه، هي برضو مربياني على فكره الاغاني القديمه، فلا بنرجع شويه برضو بالزمن. وانتوا بتحسوا بفرحة وسعادة حقيقة. مختلفة عن وجودكم على طول مع حقيقة بنحس ان احنا رجعنا صغيرين تاني بالظبط. اصلا. لا انتوا قد ايه عشان ترجعوا صغيرين تاني؟ لا مش اللي هو اللي هو ايه سن ال 10 12 سنه دي اللي هو ما كانتش ما عليناش في بقى وجود مسؤوليات بقى احنا بقى الاهل هم اللي حاضنيننا، هي النقطه دي. وانتوا لسه برضه مفيش مسؤوليات، لسه اللي جاي مسؤوليات في اللي جاي. قولي لي كده بقى سلمى، طبعا الاعداد كان مهم جدا، انتوا كنتوا مشاركه في كل حاجه مع بعض، يعني الاعداد انا كنت عامله صوت الام اصلا. صوت الام، الصوت كمان ليه دور كبير جدا. والتعليق اللي كان يعني زي ده اللمه المهمه والكلام ده، انت كنت كاتبه الكلام ولا مين اللي كاتب؟ لا منى، منى الحسيني، منى اشرف ماشي. هي اللي كانت كاتبه السكريبت، بس المكساج انا كنت عاملاه مع صوت الام. مع صوت الام. كمان النموذج الاخراني ده ليه ابعاد تانية، يعني مارينا اللي جايه تزور، بالظبط. فانتوا كمان عملتوا لنا بعد تاني. ايوه الجيران وعلى اختلاف بقى دياناتهم. هو ده حقيقي بتحصل، ده حقيقي بتحصل. يعني انا جارتي اللي تحتيه مسيحيه وعادي، كل سنه وانت طيبه وانت طيبه. ده حقيقي، ودي حقيقه نفطر مع بعض هم اللي بيجوا لنا الكنافه زي ما حصل. ما كناش عايزين نبين ان احنا حياه مثاليه قوي، بس احنا بنبين الحقيقه يعني في الاول وفي الاخر. يعني كنا عايزين نوصل ان اللي بيتفرج يقول يا انا الموقف ده حصل معايا قبل كده، او انا بعمل كده، او فده اللي احنا كنا عايزين نوصله. وبرافو ان هو عن طريق حاجه مختلفه غير اللي احنا متعودين عليه، الحقيقه الانيميشن وكده. نطلع كده نشوف سكتش رمضان يجمعنا ونرجع تاني نستكمل، خليكم معانا. مش هتتغنى معانا برضو يا علي؟ يا ماما هتغدى مع صحابي النهارده. نفسي اشوفك مرة بقى قاعد معانا. طب يا ماما بعدين بقى بعدين. انت لسه زعلانه من استاذه امل يا ندى؟ لسه زعلانه. ليه كل ده؟ ما انتوا تتصالحوا امتى؟ مش عارفه، بعد اذنك بقى عشان عندي حصه. امال طنط مارينا فين يا ماما؟ صحيح والله يا بنتي مش عارفة مختفية فين. يلا المهم عايزين ننزل نشتري طلبات رمضان عشان خلاص قرب. اصحى يا نايم واحد رزاق، رمضان كريم. ها اول سحور جاهز ولا لسه؟ ايوه خلاص جهز، يلا روحي وضبي السفرة لحسن الاذان قرب جدا.
رمضان كريم يا أستاذة ندى. الله أكرم يا أستاذة أمل. ايه يا علي؟ مش هتاكل معانا النهارده ولا ايه؟ لا يا عم بقى، افطر مع عيلتي النهارده. رمضان كريم. يا ماما، انا جيت وهفطر معاكم النهارده. انت فين؟ ياه، اخيرا! ده انا عامله لك الاكل اللي بتحبه كمان. يلا يا حبيبي ناكل. ياه، مارينا، عاش من شافك. قلت لازم ما يعديش اول يوم رمضان الا لما تاكلي الكنافه بتاعتي. يا سلام يا سلام، الريحه باينه. يلا ادخلي يلا. يلا. شهر رمضان بيعتبر فرصة لازم نستغلها لتقوية العلاقات وتسوية الخلافات، لأن رمضان مش بس شهر عبادة، لكن كمان شهر تسامح وسلام وتواصل اجتماعي. أدام الله لنا هذا الشهر ورمضان يجمعنا. ويا رب دايما رمضان يجمعنا كده ومعايا ضيوفي نوران وسلمى. سلمى كده قولي لي الصوت، انت طالعه بصوت الام، تدريب الصوت، وخصوصا ان احنا على يعني الانيميشن اللي هي الام ده عايز تدريب كتير. مين اللي دربك ودربتي ازاي؟ هي الفكرة اوريدي الدكاترة كلهم من اول اولى كلية لحد سنة رابعة بيدربونا على الصوت وبيدربونا على تغيير الاصوات ومن انهي طبقة انهي طبقة اخرج منها انهي صوت. فده طبعا بشكر الدكاترة كلهم عليه. مع بقى ان انا كنت متقمصه دور ماما قوي. ماما بتعمل كده معاكم فانت عملتي يعني ودور يعني اللقطه بتاعت الام وابنها ظهرت قدامي وانا بسجل اللي هو انا حسيتني ان انا ماما قوي. فبس فالموضوع من البدايه هو الدكاتره الصراحه يعني. وبرده انت قلتي في الاخر بقى، بس ده كان تهنئه يعني في الاخر. ده كانت حاجة تهنئة كده لازم عشان برضو نوضح الهدف اللي احنا برضو عايزين نعمله من السكتش بتاعنا. وبرضو انا بضم صوتي لصوت سلمى، بشكر كل الدكاترة بتوعنا ساعدونا كتير. يعني حتى الدكتور لو هي مش مادته، لو هو مش مشروعه، نروح نطلب منه حاجة بيكون موجود في اي وقت، ما كانش بيتأخر. يعني احنا واحنا بنسجل برضو كان معانا دكتور خاص بالراديو، فساعدنا جدا ازاي نعدل صوتنا، لا لازم تقفوا هنا، لازم تعملوا كذا، وهي مش مادته. فكان مساعدنا جدا برضو ان المشروع ينجح يعني. جميل جدا. دي مادة انتاج دراما، انتوا دايما بتعملوا في انتاج دراما سكتشات ولا بتعملوا ايه، او مشروع راديو، او بتعملوا ايه بالظبط؟ لا هو انتاج دراما، حابين راديو تمام، مقطع مثلا من فيلم او مشهد فيلم صغير تمام، عايزين ان احنا نعمل زي ما عملنا سكتش درامي. هو الدكتور كان عايزة تقيس التخيل الدرامي عندنا. بس مش فكرة ان احنا نصور حاجة او كده، لان الناس كتير بقى دراما يعني تصوير. لا هو كانت عايزة تقيس التخيل عندنا عامل ازاي، بس اديني موقف او مشهد بيطلع نتيجة لحاجة ليه هدف، بس ده انا بأي طريقة بقى دي انت عايزها، بس المهم النتيجة. فدي الحمد لله قدرنا نوصل. النموذج الثالث اللي انتوا قلتوا لنا عليه، او النموذج العيله اللي هي لمه العيله، والام اللي مفتقده اولادها بقى يتجمعوا في رمضان، بيبقى فرصه للتجمع ده كبير. الاصدقاء اللي بيكونوا زعلانين من بعض وخلاص بتصالحوا بقى قبل رمضان او في رمضان. كمان بقى النموذج الثالث الجميل جدا اللي احنا عايزين نعمل عليه ستريس قوي، اللي هو جاري المسيحي او المسلم ما بتفرقش، هو احنا عندنا مناسبة معينة ايا كان، احنا مع مناسبتهم، هم كمان مع المناسبات الخاصة بينا. ديت انت حبيتي يعني تعملي عليها ستريس حلو قوي. وده اللي بنلاقيه. يعني انت قد ايه بتشوفي مثلا في رمضان احنا هم بيفطروا معانا بالظبط، ومعانا في القطايف بتاعتنا والكنافه وكل حاجه. انت كنتي ممكن توضحيها بشكل اكتر، ولا كان ده يكفي مثلا؟
هو ده يكفي. انا يعني كنت حابه ان خلاص الفكره باينه كانت في الاول قبل ما الموقف النتيجه تكون بتاعته، ان الجاره فاقده جارتها اللي هي فين، هي ما بتسالش عليا ليه. فكنت حابه ابينها لا هي جايه تسال عليكي مش ناسيه مناسبه مهمه جدا عندك اللي هو رمضان، فهي جايه تهنيكي بيها، فده برضو بيدل قد ايه هي عزيزه عليها. فكان الموقف مناسب جدا وفي نفس الوقت بسيط زي ما قلنا، اللي هو انا مش حابه ان الحاجه كانت تكون زايده قوي، لان الانيميشن برضو او القصه المصوره ساعات بتوصل لملل اما بيزيد. فكانت اهم حاجه بالنسبه لنا ان الموضوع يكون مختصر وبسيط. بس. لا هو بالعكس ما فيش فيه اي ملل، بل بالعكس يعني لو كترت كمان كنت هبقى عايزه اتفرج. طب الحمد لله. جميل. بعد ما شافوا السكتش بتاعكم ايه كان التعليق الدكاتره عندكم؟ ايه اللي كانوا مثلا هم اي كومنتات عليها؟ لا هم انبهروا، هم ما كانوش متخيلين ان احنا ممكن نطلع الموضوع كده، لان في البدايه خالص احنا قلنا لهم راديو. يعني احنا قلنا للدكتور احنا هنعمل رمضان يجمعنا راديو تمام. مره واحده لا احنا غيرنا. انت لو كنت هتعمليه راديو كان ايه التخيل؟ كنت هتعمليه بنفس كان هو غير القصص المصوره دي؟ هو في البدايه كان راديو، هو الصوت كان خلاص ومكساج وكله تمام وهنسلم. هي انا اللي جيت لقيتهم بعد كده بقى، انا خلاص انا اوريدي كنت يعني انا عملت الصور من غير ما اقول لهم، انا قعدت كده مع نفسي واحنا بنصور قلت طب انا ليه ما اعملش كذا كذا كذا، فعملته وخلصت وقلت انا اشوف النتيجه اديته لهم. لا تمام. طيب تركيب القصص المصوره اللي انتوا صورتوها مع الصوت في المرحله دي بيبقى فيها صعوبه شويه. مين اللي كان قايم بالمرحله دي؟ لان من ضمن هي المكساج كاصوات وكتاثيرات صوتيه وكده كنت انا. المونتاج مع اللي هو بقى فكره تركيب الصوت والصوره مع بعض هي نوران. طيب قولي لي دي، هل كان في صعوبه عندك ان انت تحطي القصص المصوره مع الصوت الموجود وتعملي المزج ده؟ كنت متفقه مع سلمى انه يعني تحاول طبعا تخلي مسافات وهي بتعمل ما تربطش كله ورا بعض علشان انا اعرف اقص وافصل. وفعلا يعني عشان برضو انا ممكن اكون في حاجات زودتها، مثلا شفت بعد ما حطيتها ان هي محتاجه الفينش الاخير يتزود، فكنت متفقه مع سلمى في حته ان يكون في مسافات بين الاصوات. الاصوات ما تبقاش مرتبطه جنب بعض على طول بحيث ان هو قص ولزق، لا الموضوع ما كانش كده خالص. فالحمد لله يعني نجحنا في الموضوع ده ان احنا نعمل. جميل. انتوا كنتوا مهتمين بالتفاصيل، يعني الديكور حتى الموجود ده كان ايه؟ التليفون ده محمد بالظبط. يعني انا ايوه رامي دي من الحاجات التاتشات التاتشات الاخيره يعني لسه حتى بقول لها ان التليفون يجي على اسم محمد، دي كانت من الحاجات اللي انا حطيتها في الاخر بعد ما خلصت البروجكت. حسيت ان في حاجه ناقصه هنا، لا في حاجه محتاجه تتزود، عملت الصوره ورسمتها وحطيتها. في حاجه تاتشات صغيره بس بتفرق تفاصيل بالظبط. احنا الدكتوره بتاعتنا دكتوره نسرين، يعني طبعا يا دكتوره نسرين معروفه في النقد. دكتوره نسرين بتحب جدا التفاصيل، وهي بتعتز بينا احنا كطلاب، يعني احنا من طلابها المميزين كنا على مدار 4 سنين. ما كانتش تعرف خالص البروجكت عن ايه، طلع لها مفاجاه. المعيده بس اللي كانت تعرف دكتور ايه، فهي اتفاجئت بينا اللي هو لا انتوا فعلا فاجئتوني، والتفاصيل بالنسبه لها كانت مهمه جدا زي ما حضرتك بتقولي يعني. فالموضوع كان الحمد لله عجبها جدا. طيب لو بتعملوا دلوقتي سكتش ممكن تعملوا يعني تخيل ايه؟ هل في مناسبه معينه واحنا في رمضان لو بتعملوا دلوقتي هتعملوه بنفس الاسلوب ده، ولا هتكتروا مثلا تقول لنا عادات تانية في رمضان او حاجات معينه خاصه برمضان مثلا؟ لا ممكن ارجع لحاجات تانية بقى. ممكن مثلا نبص على الدورات الرمضانية، اللعب في الشارع. يعني احنا ما بيناهوش قوي برضو، بينا مثلا صورة ولا حاجة بتاعت المسحراتي، لكن لا نبين بقى حاجات اكتر، يتزود اكتر بقى. وانا شايفه ان احنا ممكن نحط سبوت اكتر على لمة العيلة، لان دي انا شايفه ان اكتر حاجه احنا افتقدناها افتقدناها بزياده. صحيح بزياده لان بعد الكورونا لان كمان للاسف بسمع بعد السوشيال ميديا مش الكورونا والله. لا والله حتى بعيدا عن فعلا الكورونا وبعيدا حتى عن السوشيال ميديا، انا بكتشف ان او بسمع كلام ان هو مثلا حد خلاص كبر وبيروح شغله ويرجع ينام ومش مهم يفطر اصلا مع عيلته ولمه السفره دي. معلش لا دي بتفرق. والسحور لا دي ما بقتش بقى. فالموضوع ده احنا محتاجين ان احنا نحط عليه سبوت جامد الصراحه. جميل. ده كان مش مشروع تخرج طبعا. لا ده كان سنه كام انتوا؟ رابعه. احنا متخرجين اوريدي. اتخرجتوا خلاص. عايزه تعملي ايه بقى؟ يعني انت حابه ايه بعد ما جربتي؟ انت خلاص مريتي بكل حاجه، عملتي الاعداد وشفتي المونتاج والتصوير وكل حاجه، حابه ايه؟ زياد راديو.
مذيعة راديو، عشان الصوت بقى، وانت قعدتي تلعبي بصوتك بقى وكبرتي صوتك خليتي صوت الام، فخلاص كده. هو مذيعة راديو بالنسبة لي هي دي هدفي في حياتي من اول ما انا دخلت اولى كلية. ده حقيقي. مذيعة راديو. اكتر من التلفزيون ليه؟ ممكن اقول حاجة انت شوية، بس انا شايفة ان الحجاب برضو بيكسر الحتة دي شوية، ان احنا مش سهل ان احنا نبقى مذيعة تلفزيون بسببه. بقى في بنسبة كبيرة دلوقتي مذيعين محجبات، بس انا شايفة ان مذيعة راديو بتبقى احلى اللي انا عايزاه بصوتي. فهتبقى اصعب اصلا. صح، هي اصعب. لان يعني كده مفيش حته الصوره بتوصل اكتر. الكلام. لا الصوت بتلعبي على حاجه واحده بس بالظبط. فانا حاسه ان هو الموضوع هيبقى امتع، هيبين ان انا مثلا عندي امكانيات اكتر الكلام ده. تمام. بس طبعا يعني لو مذيع تلفزيون يا سلام. ان شاء الله. سلمى. لا سلمى، نور. انا اساسا في الاساس محلله كره قدم. محلله كرة قدم. كرة قدم. الحمد لله، دي الجامعة كلها عارفاها عنك يعني. يعني أنا كنت 4 سنين في الأغلب بعمل برامج رياضية في مشاريع كتير، وهم كانوا يعني معروف عني النقطة دي في الجامعة. أنا محللة كرة قدم وبشتغل مع الفيفا منظمة بطولات، بس فحابة طبعا إن أنا أكون أكمل في المجال بتاعي وأكون مذيعة كورة يعني. تمام. مذيعة كورة راديو ولا لا التلفزيون، وهدخل مجال التدريب كمان. جميل بالتوفيق دايما يا رب كده. وبشكر طبعا ضيوفي النهارده نوران محمود، شكرا ليكي يا نوران. شكرا جدا لحضرتك. وسلمى صلاح الدين، شكرا ليكي. وعايزين كده كمان يعني عمل تاني بقى، سكتش او اي حاجه بقى تانيه تجمعكم مع بعض ان شاء الله. بالتوفيق دايما. خلصت حلقتنا معاكم النهارده، ورمضان كريم، ورمضان دايما يجمعنا ان شاء الله الاسبوع الجاي، وبرنامجكم عرض اول.